السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نعطيكم موديل اخر ديال الكول، واللي هو يعني كيجي زوين في اللبسه ومطلوب، واللي هو لو كول كلودين. لو كول كلودين ولا لو كول بيبي. كان كيتسمى لو كول بيبي، ولكن هو ما بقاش كيلبسوه غير لي بيبي، كيجي زوين حتى في الكسيوات، كيجي في لي مونطو. غادي نعطيكم الطريقه ديالو اللي كتجي متقونه جدا وبشكل مبسط. كناخذوا قطعه ديال الورق اللي غادي نخدموا عليها الكول، نطويوها على جوج باش نخدموا الكول ديريكتومون وكامل، يعني نخدموه كامل ماشي النص، حيت ديما كنشرح لكم انني ما كنبغيش نخدم النص ديال الكول. كناخذوا هذا الطرف ديال الظهر كنلصقوه على الطويه. ها هو الورق ديال الظهر كنلصقوه على الطويه. كنتمنى ان يكون باين لكم حدود الباترون ديال الظهر هكذا، ونقبط بالفنايت. ها هو على الطويه نيشان. كناخذوا الامام كنحطوه الكتف على الكتف بهذا الشكل هذا. ها هو غادي نطراسي لكم الحدود ديال لو باترون، حيت في البيض يقدر ما يبانش لكم. ها هو دابا هذا هو الظهر، طراسي حتى الامام باش يبان لكم الحدود ديالو. الامام ها هو كنحطوه الكتف على الكتف بهذه الطريقه هذه، ونقبطو بالفنايت، لاننا غادي نفصلوا الكول على هذه الدوره هذه ديال الظهر مع الامام، عليها غادي نفصلوا الباترون ديال لو كول كلودين ديالنا بهذه الطريقه هذه. كنتمنى يكون باين لكم. العرض ديال الكول على حسب الموديل، راه ممكن نوصلوه حتى الكتاف ولا نفوتوا به الكتاف، راه على حساب الموديل. راه واحد العام خرجوا لي مونطو الكول كلودين غادي فايت الكتاف. انا غادي ندير واحد القياس اللي هو معقول، مثلا ندير 8 ديال السنتيمتر. كنبقاو غاديين مع الدوره ديال العنق هكذا. هاهي كنحطوا المتر 8 على الحافه ديال العنق ديال الظهر، نبقاو غاديين 8 8 8 على القياس اللي حنا بغيناه، بحال هذا الشكل هذا، باش يجي الكول داير لينا على لو كورساج بحال هاد الطريقه هذه اللي كتشوفوا. قلنا العرض ديالو كيكون اختياري وعلى حساب لو موديل، حتى الشكل من هنايا كيبقى اختياري. بغينا نديروه هنايا غادي مثلا ندخل ب3 ديال السنتيمتر تقريبا، ممكن حتى اكثر على حساب الشكل اللي بغيتي. تدخلي ب3 وديريه هكذا يجي بوانتو. بغيتيه بشكل دائري طراسي بعدا ديال 3 سنتيمتر. كيجي هكذا. غادي نعاودو بالاسود باش يبان لكم. هذا هو التخصص ديال الكول. كلودين اللي كيجي بوانتو بحال هكذا. كنديروا لا غولات وكناخذوا الطرف اللي طبعنا، هذاك هو الكول. بغيناه بشكل دائري من هذا القدام، راه قلت لكم سا ديبون على
الموديل اللي بغيتو كنديروه بهكا بحال هاد الطريقه هذه اللي على شكل نقاط كيجي دائري بحال هاد الشكل هذا. بغيناه كي قلت لكم عريض كنديروه عريض يكون طايح حتى على الكتف ولا فايت الكتف، كيبقى الشكل نتوما اللي كتختاروه. وكاين عاوتاني الشكل ديال الكول كلودين ماغان اللي كنقولوا له الكول ديال لا ماغين، كنهبطوا تقريبا من هنايا ب10 ديال السنتيمتر من الظهر من هنا لهنا، وكنخرجوا زاويه قائمه هنا، نخرجوا زاويه قائمه. انا نديرو عاوتاني على شكل نقط باش تفرقوا بينه وبين الاخر. زاويه قائمه هاد لابارتي هادي هنا كنسطروه بحال هكا. النقطه اللي كتحدد لينا هنايا العرض ديال الكول هنا، هذيك النقطه هي كتسطريها من هنا لهنا. هاد النقطه عاوتاني ديال العرض ديال الظهر ديال الكول على حسب الموديل. بغيتي ديريه يجي زاويه قائمه راه كديريه زاويه قائمه ويدوز على العرض اللي بغيناه في الكتاف. بغيناه يجي هكذا يعني العرض حنا كنحددوه من الشكل ديالو، كنشوفوه على حسب لا كاغور واش هو فايت لا كاغور ولا داخل في عليها شي شويه. المهم غالبا كيجي بحال هكا، بحال لا كيشد الثلثين ديال الظهر وكيجي بحال هذا الشكل هذا مثلا كيجي هكذا. بغيتي القدام يكون عادي هكذا كيجي عادي. بغيتي من هنايا يجي كبير راه كيجي هكذا حتى لهنايا، ويجي لهذا الخط هذا اللي كيحدد لنا العرض ديال الكول من جهه الظهر. المهم هذه هي الطريقه ديال الكول كلودين. كيف قلت لكم انه كتحطي الاساسي هو انك كتحط الظهر وكتحط الامام يكونوا ملاقين من جهه الكتف بهذا الشكل. ها هو الخط ديال الكتف هو هذا هو خط الكتف. كنحطوا الظهر ونحطوا عليه الامام بهذه الطريقه هذه. والكل كيكون شاد هاد النقطه ديال 2 سنتيمتر ديال العقاد ما كنحسبوهاش. كنبداو الكل من لو ميليو من الوسط، يعني 2 سنتيمتر ديال العقاد كيبقاو ابار. صافي ملي كنطراسيو الشكل اللي بغينا كناخذوا البابي كاربون وكنطبعوا الشكل. انا غادي نطبع هذا اللي جا دائري، كنطبعوه بهذا الشكل هذا. من كل الجوانب ديالو حتى هاد البلاصه ديال اللي كتحدد لنا العنق ديال الظهر من ديال الامام نعلموها لانها كتعاوننا في الخياطه على هذا الشكل هذا. صافي غادي نحيد الكنايس ونقطع. الطريقه ديالو بسيطه جدا وكيجي زوين في المنظر ديالو، كيجي زوين كيجي رائع حتى في الكسيوات ديال الناس الكبار وكيجي للدراري الصغار. فيها باش نشد بواحد الفنتات باش ما يهرب لياش ملي نكون نقطع. نعلم الوسط واحد لو بتي كرون وهذا هو الكول كلودين. ملي كنحطو على الثوب كنزيد سنتيمتر على الدوره كامله عليه كامل من هاد الجهه ومن هنا ومن هاد الوسط، وكنعلم هاد الوسط هذا وكنعلم هاد البلايص هادو راه هما درت لهم لاغولات هما باينين عندي ديال الخياطه ديال الكتاف باش كتعاوننا في الخياطه. تقدروا تخيطوه بشكل عادي، يعني تخيطوا هاد لونطوغاج كامل من هنا ومن هنا ومن هنا. هاد البلاصه اللي كتبقى مفتوحه اللي كتلصق مع لو فيتمون يعني الكسوه ولا القميجه ولا اي بياسه اللي كتلصقوا فيها هاد الكول هذا، بغيتو تدوروها بان بيي يعني يبقى مفتوح غير تقبطوه كديروا لا فيزلين. كيتفصل الثوب على جوج كديروا لا فيزلين لواحد الجهه والجهه الاخرى كتبقى بلا فيزلين. صافي كدوروه بالبيي في اللون اللي بغيتو وعاد كتلصقوه من هاد الجهه هادي، يا اما كتدخلوه بان بيي حتى هو من هاد لابارتي هادي، ولا كتديروا له اون بارمونتور.
اذا كيف ما شفتوا هذه هي الطريقه ديالو، طريقه جد سهله. كان هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم اللي هو لو كول كلودين. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالمشاهده ديال الدرس وانكم تكونوا فهمتوه مزيان. وسمحوا لي على طريقه باش كنهضر لانني شي شويه عيانه. دعواتكم لي بالشفاء ان شاء الله يا رب. الدرس المقبل غادي ندير لكم الطريقه ديال الخياطه ديال كول شوميزي بالبيد كول، لانني انا كنصايب الدرس ولكن ما قديتش نكملو لانني شويه كيف قلت لكم عيانه. ما تبخلوش عليا باللايك وبتعليق محفز للمزيد من العطاء. كانت معكم سعاد تمسيت اونلاين للتعليم في صالة الخياطه. اتمنى لكم التوفيق دائما، والسلام عليكم.